ازيكم؟ تعالوا كده تركه سريعا. دي علب انا محوشه فيها قشطه، القشطه بتاعت وش اللبن. طيب ضروري جدا يا جماعه نحوش. الناس اللي بتجيب لبن حليب مش اللي هو مبستر ده، ونصيحه يعني جيبوه، مش المبستر التاني اللي هو العادي من عند اللبان. ليه بقى؟ اولا بيبقى طعمه حلو، والفايده فيه بتبقى اعلى، وكمان بيطلع لنا قشطه. ماشي، وقشطه بقى ايه كتير، بس انا ما عنديش مكان كبير في الفريزر، فعشان كده بعمل علب صغيره. كل فتره بطلعها اسيحها واعمل منها كده برطمان سمنه بلدي. انا بالنسبه لي القشطه لما بتطلع سمنه بتبقى احلى بكتير من اي سمنه بجيبها من بره. بجد بتبقى احلى 100 مليون مره. الريحه بتبقى خطيره، الطعم بيبقى رهيب، بجد بتفرق جدا. طيب عندكم حلين: يا اما تاخدوا القشطه دي كده بعد ما تهدى شويه من الفريزر وتقعدوا تخضوها، يعني تقعدوا كده ايه، لو في عجان هتحطي كل الكميه دي وتفضلي تضربي 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 فيها لحد لما تفصل، يعني الدسم يبقى في حته والميه او الشرش بتاع اللي هيطلع من القشطه في حته. تمام، او على ايدك. بس طبعا انا ما فيش بقى وقت ولا مجهود، ما بعملش كده بصراحه. باخدها زي ما هي كده على حله تكون ما بتلزقش او طاسه غويطه وبسيح. ده اللي بعمله. تمام، وهي كده مجمده عشان ما تفضلش ايه يعني في العلب بقى، واقعد اشيل منها واحنتف واعمل. وهي كده مجمده بروح ايه، بصوا تطلع اسهل يعني بصراحه. كده بقعد اطلع فيها، ايوه بصوا اهي كده. أوه. بس كده هفضي كله وارجع لكم. بصوا خلاص انا فضيت التلات علب. هولع بقى عليها والعين تبقى هاديه خالص علشان ما تتحرقش. تمام، هولع عليها واسيبها، ولما تسيح خالص ممكن اوريكم في نص الوقت المرحله بتبقى عامله ازاي. بس هي بتاخد وقت شويه لحد لما تبقى سمنه. تمام، اهم حاجه نهدي النار ونتابعها ما تسواش عشان هتفور. تمام وكده، لان طبعا فيها نسبه من اللبن فهتفور وكده، فتابعوها يعني ما تسيبوهاش وتعملوا حاجه بعيده عن المطبخ يعني. وهوريكم في نص الوقت، هوريكم في الاخر البطرمان اللي هيطلع يبقى عامل ازاي. بصوا بقى احنا وصلنا للمرحله دي. تمام، انا كل شويه بقلب. بتاخد وقت يا جماعه، بتاخد وقت، ان احنا على عين هاديه خالص وبنسيبها لحد لما يعني ايه خلاص تفصل. يعني ممكن هنا دي تكون مثلا قدامها نص ساعه مثلا او ساعه الا ربع، وتكون خلاص يعني فصلت خالص والسمنه ما بقاش فيه كل ده وخلاص. يعني قصدي اقول لكم لو حد اول مره هيعمل القصه دي ما تقلقوش، هي بتاخد وقت. اهم حاجه ايديكوا فيها ما تنسوهاش عشان ما تتحرقش من تحت. عشان بصوا اللون من تحت بيبقى عامل كده، بصوا ماشي. وكمان ما تتحرقش. وايه تاني كنت عايزه اقول؟ ايه تاني؟ وما تفرش. ماشي، فايه ايديكوا فيها كده، ويا ريت تكون الحله او الطاسه تكون ما بتلزقش. بس هخلص بقى واجيب لكم يعني الصوره النهائيه. طيب بصوا احنا وصلنا للمرحله دي، شايفين اللون؟ بس كده هو كده تمام، ده المطلوب. ننقلها بقى في بطرمان. بصوا بقى مش هتدرك الريحه يا جماعه، قلب البيت من قلب البيت. نقلها في بطرمان وخلاص. طبعا دي المرطه. ماشي، لو حد بقى بيحبها يحطها على بيض كده. هي دي هنشيلها، اهم حاجه صفوها كويس. وانا بقى الطاسه دي ماشي هعمل مكان السمنه الكتير دي بعد ما اصفيها. طبعا هعمل رز بقى، يعني رز كده بالشعريه كنت عامله صينيه بطاطس اسفه على الدوشه. وبس ما ترموش يا جماعه القشطه، او ما تسيبوهاش في التلاجة لحد ما تنشف وتبوظ وكده، لا، طلعوها على طول وش اللبن، شيلوها على الفريزر على طول، جمعوها واعملوا كده. يلا باي باي، اشوفكم على خير في الفيديو الجاي. بس نسيت اقول لكم على حاجه مهمه جدا: ما تغطوش البطرمان وهو سخن كده لان هو مولع، فنسيبها تبرد خالص وبعدين نغطي البطرمان. ده عموما لاي حاجه عشان ما تبص، لاي حاجه ما تبقاش الحاجه سخنه ونروح مغطينها، هتعمل بخار، والبخار ده بعد كده يعمل رطوبه ويعمل عفونه بقى وهيبوظ. فنسيبه كده لحد ما يبرد خالص ونغطي. تمام، باي باي.